الفيديو ده احلى فيديو اعمله في حياتي. تقول لي ليه؟ لان بعد كل تجارب الفاكهه دي اخيرا لقيت فاكهه اسمها على اسمي، فاكهه الفيجو. والله مش بقول لك اي كلام، هي اسمها الفيجو. انا هوريك دلوقتي حالا. بيقولوا عليها الفجايه او الفجوه او الفيجو. بص معايا فاكهه الفيجو عامله ازاي. تعالى كده اما نقلب الفيجو ونشوف ايه ظروفها ايه. انا عيب اول ما حد يقطعني وياكل مني. ايه الجو ده؟ يلا هنجرب. بسم الله. ريحتها حلوه قوي، ريحتها ما بين الجوافه والاناناس. شم كده كركر، ريحه الفيجو بالظبط. خد شم انت كده، ايه رايك في ريحتها؟ مش عايز اقول لكم مدى سعادتي وانا ماسك فاكهه اسمها على اسمي. شوف في كام نوع فاكهه في العالم وفي كام بني ادم اسمه على نفس الفاكهه. مفيش غير فيجو واحد بس، فاكهه واحده بس. التواضع في ابهى صور. فاكهه الفيجو موطنها الاصلي استراليا والبرازيل، بس برضو الحته اللي في ايدي دي جايه من فلسطين. جبت واحده تانية مستويه شويه عشان نفتحها ونشوف ظروفها ايه. يلا بينا نقطع ثمره الفيجو بالسكينه. طبعا انا عارف كل واحد فيكم دماغه بتدور في ايه دلوقتي، مش هقول. احنا هنقطع ثمره الفيجو بالسكينه. يلا بسم الله. جاهز معايا تتفرج على ثمره الفيجو من جوه عامله ازاي؟ يلا بسم الله. اتفرج على الفيجو من جوه. شايف شكلها؟ شكلها ايه؟ وحش؟ وحش؟ حلو؟ وحش؟ ما هذا؟ ماشي. يعني اما يطلع فاكهه باسمي يطلع شكلها كده؟ باظت ولا ايه؟ طب عموما انا يعني اول مره اشوفها فانا ما اعرفش هي باظت ولا لا، بس هنجربها برضو. ما انا مش هفتح التانيه دلوقتي، استنى بس. بسم الله. لا مش هاكلها، فيها دوده، فيها دوده يا كريم. لا الفيجو طلعت مزوده. شايف الدوده اللي جوه دي اهي؟ شايفها؟ باينه عندك ولا مش باينه؟ اهي هنا اهو، باينه؟ كده باينه. شفت الدوده اللي جوه دي؟ طيب فتحنا اول ثمره فيجو طلعت مزوده. ده ايه الحظ ده يا ابني؟ يلا استنى هنجيب التاني. بسم الله. جاهز للمفاجاه؟ يلا بينا. بسم الله. اتفرج على الفيجو من جوه وحلاوته وطعمته. شكلها حلو ولا وحش؟ حلوه؟ شكلها حلو. جوافه قوي على اناناس. هي جوافه على اناناس. تعالى كده ايه اما نجرب. بسم الله. بص من جوه، شايف شكلها عامل ازاي من جوه؟ السكينه كده واحده واحده. بسم الله. طعمه وحش قوي. هي مش وحشه، بس هي عامله زي الاناناس المزز ومعاه جوافه مش مسكره قوي. نفس الملمس بتاع الجوافه ونفس المزازه اللي تبقى في الاناناس اللي هو مش سكري. جرب كده كركر. بسم الله. علي صوتك بقى وانت بتقول طعمها ايه. خد بالك ان انت بتتكلم عن فاكهه اسمها على اسمي، ركز عشان خاطر بقى هعملها معاك. لا تحس ان الجوافه اللي هي البايظه. يعني طعم وحش صراحه. طعم يا ربي يوم ما يبقى في فاكهه على اسمي يا ابني تطلع بالمنظر ده. ليه مثلا اسمي ما يطلعش على فاكهه مثلا بطعم الشوكولاته مثلا؟ ليه؟ بس اكيد مش هاجي العن من هاله اللي جبتها وطلع اصلا ما بتتاكلش ورميتها كلها زي ما هي. فلا، الفيجو اهون من هاله. سيبك من الهزار، ندخل في الجد. الفيجو من اهم الفواكه المنشطه جدا للذاكره. ايه دماغك راحت فين؟ للذاكره. مثبت علميا فعلا في كذا بحث ان النبته دي بتساعد جدا في تنشيط خلايا المخ وزياده الاستيعاب وقوه الذاكره. طبعا انت مش هتقوم رايح جايب لك كيلو وتاكله وتلاقي نفسك تاني يوم سوبرمان. اي حاجه طبيعيه لازم وشرط فيها الاستدامه. الفيجو مفيد جدا لصحه الهضم. الفيجو كمان بينزل سكر الدم وبيعلي الضغط.
الفيجو بيظبط مستوى السكر في الدم وبيحافظ على صحه القلب والشرايين. الفيجو مليان فيتامين سي وكميه مضادات اكسده كويسه جدا. الفيجو كمان مفيد جدا لصحه العظم، في الياف ونسبه بروتين كويسه جدا لثمره بالحجم ده. الفيجو كمان بيعلي المناعه بشكل كويس قوي. قبل ما اقول لك على لقطه السعر هتلاقيني سايب لك ابلكيشن مفاجاه انت محتاجه وكلنا محتاجينه. لو حد مسك موبايلك وحاول يفتحه من غير ما انت تعرف هيصوره لك ويخلي لك الصوره في الجاليري، هتلاقيني سايبه لك تحت في الكومنتات، حمله هيعجبك. وتيجي لقطه السعر اللي انا عارف انك قاعد مستناها من بدري، بس انا برضو ما اعرفش الفيجو بكام لانه برضو جاي لي هديه. بس لو انت قاعد في فلسطين هتشتريه عادي جدا وهتلاقيه عندك متوفر، ولو انت قاعد في امريكا الجنوبيه او البرازيل هتلاقيه برضو متوفر كتير جدا هناك. وبما انك حبيبي وبتحبني وانا بحبك وبموت فيك لازم تجيب الفيجو وتجربه. انا اكيد مش هجربه مكانك.